أهلا بكم مع أخبار النادي الأهلي اليوم. خبرنا الأول: الثنائي حسين الشحات وأليو ديانج يخضعان لاختبار منشطات بعد انتهاء مباراة أوكلاند سيتي. خضع الثنائي حسين الشحات وأليو ديانج لاختبار الكشف عن المنشطات بعد مباراة أوكلاند سيتي، وذلك في الدور التمهيدي من كأس العالم للأندية. خبرنا الثاني: مروان عطية، مباراة سياتل هتكون صعبة للغاية. تحدث مروان عطية عن مباراة الأهلي القادمة وقال: نسعى بقوة لتقديم مستويات مشرفة للأهلي في كأس العالم. لم نأتي للمغرب لكي نكتفي بالتمثيل المشرف، ولكن طموحنا أن نلعب المباراة النهائية وأن نفوز باللقب. البداية كانت مع أوكلاند، سنفكر في المباراة القادمة. أشعر بفخر كبير للغاية لمشاركتي مع الأهلي في المونديال. هذا الأمر بمثابة حلم كبير تحقق لي، وأتمنى مواصلة الإنجازات مع الفريق. خبرنا الثالث: علي معلول، نشكر جماهير المغرب على مساندتهم. تحدث علي معلول وقال: ركزنا بشكل جيد في المباراة، خلقنا العديد من الفرص في الشوط الأول، سجلنا هدف في نهاية الشوط وجعلنا الشوط الثاني أسهل بكثير. نشكر جماهير المغرب على المبادرة الجميلة اللي قاموا بها ومساندتهم لنا وحضورهم بشكل كبير في المباراة. نتمنى تواجدهم في المباريات القادمة بنفس العدد. نركز في المباراة القادمة أمام الفريق الأمريكي. خبرنا الرابع: محمد الشناوي، حضرنا للمباراة بشكل جيد للغاية. تحدث محمد الشناوي وأكد على أنه بيبارك للفريق بأكمله والجهاز الفني، وأن النادي الأهلي ظهر بهذا الشكل الجيد أمام أوكلاند سيتي، لأن الأهلي احترم فريق أوكلاند سيتي بشكل كبير للغاية واستعد له بشكل جيد. خبرنا الخامس: تعرف على عناوين الصحافة في نيوزيلندا، وذلك بعد خسارة أوكلاند من الأهلي. جاءت معظم عناوين نيوزيلندا على النحو التالي: أوكلاند يبتعد عن كأس العالم للأندية من أول مباراة أمام الأهلي. أوكلاند يسقط في أول عقبة من كأس العالم للأندية. أوكلاند يودع كأس العالم للأندية على يد العملاق المصري الأهلي. الأهلي ينهي أمال أوكلاند سيتي في كأس العالم.